المبنى ده كان اول شركه ترام في اسكندريه، شركه الترام الدنماركيه، والكلام ده كان سنه 1892. قبليها بقى كان ليه حكايه تانية هحكيها لكم النهارده. البرج السويدي في منطقه الورديان في اسكندريه، كنز من كنوز واسرار اسكندريه المستخبيه. النهارده هنحكي لكم حكايته. الاسم اللي محفور على المبنى قدام حضراتكم دي الحروف الأولى من كارل جاربر، وده تاجر سويدي استقر في اسكندرية وأنشأ المبنى ومصنع للأخشاب ووكالة للشحن، ووضع عليه ساعة كرمز للدقة في العمل عند السويد. وعلشان كده البرج ده مشهور لحد النهاردة بين أهل اسكندرية والورديان خصوصا ببرج الساعة. المبنى اللي عنوانه 264 طريق الماكس أصبح أهم وكالة للأخشاب وقتها، ونتيجة لحبه الاسكندرية أنشأ 3 مباني تانية وتم تعيينه قنصل عام للسويد، ونتيجة لكده تم استغلال المبنى كسفارة للسويد في اسكندرية. من ضمن الروايات كمان إن تم بيعه لشركة الترام الدنماركية، ودي أول شركة للترام في اسكندرية سنة 1892. وبعد كده تم بيعه لتاجر الأخشاب أسعد باسيلي، واللي كان بيتابع العمال وهم بيحملوا المراكب اللي بتصدر الأخشاب من أعلى البرج. وفضل مصنع للأخشاب لحد ما تم تأميمه بعد ثورة 1952. بعد كده أصبح تابع للثروة السمكية والمصايد كإدارة للمنطقة الغربية اسكندرية والبحيرة ومطروح، وغالبا هو دلوقتي مغلق وللأسف لم يتم إدراكه ضمن مجلد التراث. كنز من كنوز اسكندرية اللي كتير مننا بيعدي جنبه كل يوم وللأسف ما نعرفش جزء من تاريخه، وعلشان كده كنت حابب أنقل لحضراتكم النهاردة سر من أسرار اسكندرية. قد إيه جميل إن لسه موجود مبنى ومحفور عليه اسم اللي أنشأه من أكتر من 100 سنة، وكمان محفور عليه اسمه البرج السويدي قبل ما يتحول اسمه لبرج الساعة وتتسمى المحطة اللي جنبه كمان بمحطة الساعة على نفس الاسم. تابعونا علشان دايما تشوفوا معانا كل جميل وتعرفوا حكايات وأسرار كنوز اسكندرية المستخبية. أخوكم مراد محمود.